وازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، ومعانا معاكم الديزل الكبير، ديزل المجال. بص بقى يا اخواتي، جايب لكم النهارده برنامج عظمه. بصوا، حصل الجمعه اللي فاتت ان انا منزلتش برنامج، بس والله عشان كان ظروف وكده وفاهمين يعني، وكان حصل معايا موقف فخلاني معرفش انزل البرنامج. بس النهارده انا اتعوضت البرنامج ونزلت برنامج تاني، يعني بعدت عن الكيبورد ونسخه الواتس. هنزل لكم النهارده برنامج حظر وفك انتهاك، وحظر وفك اسمه ده ارهابي. تمام، انتوا هتشوفوا كل حاجه النهارده في البرنامج. ويا جدعان، في حاجه مهمه هشرحها لكم دلوقتي، لازم تشوفوها في البرنامج دوا، عشان لو محدش شافوها، محدش شافها ويجي يقول لي يا ديزل البرنامج مش شغال، البرنامج بايظ، انت عامل ايه، مش عارف ايه، البرنامج مش عايز يشتغل، مش راضي يحظر، مش راضي يفك. بص يا جدعان، الحاجة انا بص اشرحها لكم عامة بالتفصيل، وهقول لكم البرنامج ده بيشتغل ازاي من اول حاجة فيه لحد اخر حاجة. تمام، ومش هصعب لكم كل حاجة. وزي ما بتعود كل مرة بنزل لكم البرنامج برابط مباشر من على ميديا فاير، يعني مش هتلف ولا تضيع تخش مواقع ولا الجو ده، تلاقي البرنامج جاي لك جاهز. يعني مفيش حد طبعا بيعمل زي اللي انا بعمله ده. فيا اخويا، لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك بس عشان بدعم فيه اقسم بالله، وكومنت كده حلو منك بسيط مثلا، يعني حتى اشتمني فيه، مش هقول لك مش هزعل، بس عايز كومنت يعني ولا حاجه. ولو داخل القناه جديد متنساش تشترك، واحلى مسا عليكم، ويلا نبدا الفيديو. بص يا جدعان، البرنامج هو عامه اهو، البرنامج ده هو اهو، فاهمين ازاي هو ده. احنا هو نخش عليه دلوقتي مثلا كده. بص بقى يا جدعان، البرنامج مش حوار، يعني شايفين ان هو في باسورد، بس انا هقول لكم على الباسورد ده وما تخافوش، او الباسورد هنا ده اكتبوا الباسورد بس. تمام، وهنا يا جدعان اللي هو ايه، اللي هو مثلا لو اول ما تكتب باسورد دوس هنا، تفضل من هنا اللي هي دي، تفضل من هنا بعد ما تكتب باسورد. انا هكتب لكم الباسورد بس مش هقوله دلوقتي، استنوا عليا بس، هقول لكم في الاخر، عشان انا تعبت اقسم بالله في الفيديو. فانا اعرفوا الاول شرح البرنامج ازاي، عشان مفيش حاجه تقول عليها صعبه ومش صعبه. فخلي الباسورد في الاخر، عشان فاهم ازاي تفهموا الفيديو وتفهم البرنامج بيشتغل ازاي من الاول لحد الاخر، عشان ما تخش البرنامج في حاجه. تمام تمام. هنخش دلوقتي، استنى انا اوقف لكم الفيديو وهكتب بالرقم السري وهخش على طول. تمام تمام. دلوقتي انا دخلت يا جدعان، فاهمين، وظبطت الدنيا ودخلت الرقم السري، وهكبوش هقول لكم الرقم السري، مش هنسى والله، والله ما هنسى. بص يا جدعان بقى، قبل ما نبدا خالص هوريكم حاجه. شايفين دي ثانيه. فتمام يا اخوان، فبص عشان قفلت الفيديو عشان في حاجة، بس المهم نكمل. شايفين اللي هي فك التخمين دي بصوا، اهم حاجة عشان ما تنسوش ان البرنامج بايظ وبتاع، ركزوا في الفيديو كويس وركزوا في الحتة دي يا جدعان، يا رب يا رب. يعني لازم انتوا تشوفوا الحتة دي عامة، دي اهم حتة في الفيديو، فك التخمين ده، عشان محدش يقول لك انها بايظة ومش بايظة. انا عامل جواها، بص يا جدعان، صح، انا نسيت اقول لكم، انا مركب الاكواد جاهزة، مش هتلف ولا تدور، انت ليك تعمل حاجة واحدة بس، ولا يحتاج جيميل ولا بتاع، تلاقي الجيميل موجود عندك. غير كده ان الجيميل بتاعك هيبقى موجود لوحده، مش محتاج انك تكتبه. شايفين يا جدعان الحته اللي فوق دي، شايفين دي، دي، دي. ثانيه كده بقى، بص يا جدعان، احنا هنمسح دي كلها كده، هنمسحها كده، تمسح كلها، وهقولكوا تكتبوا، انا اعملها بمزاجي، انا اعملها بمزاجي، الوحيده اللي معايا يعني، فاهمين، لازم تعملوها. تكتب بس كده مثلا، اللي هو برجاء يعني الرد عليا في اسرع وقت. تمام، الرد على اسرع وقت، وهتدوس ايه، هتطلع مثلا كده، انا طلعت هتدوس ارسال عامه. تمام، هو جميل اصلا يجيلك جاهز، فاهمين ازاي، مش هتلف ولا تدور. تمام تمام. ايوه صح، وانتوا بعدكم بس تكتبوا ايه الرقم، يعني مثلا تكتب الرقم بتاعك، مثلا الرقم المحظور 2 1 8 بس. هتكتب بس برنامج كده، مثلا شوف الرقم اللي انت عايز تحظره تكتبه. تمام تمام. ده كتبت مثلا الرقم ايه، اول حاجه نبتدي فك انتهاك. وانا يا جدعان لكم لازم تشوفوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا تستخدموا البرنامج، عشان ما تقولوش البرنامج بايظ ولا في حاجه بايظه. انا كتبت الرقم، ومثلا ندوس مثلا على فك تكمله لكم عليها.
لازم ندخلها على التاني. اه بصوا، رقم بيكون جاهز موجود اهو. ودي اصلا علامة الزائد دي، لو عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها براحتك، بس دي حاجة مهمة لازم تعملها، يعني لازم تعملها عشان البرنامج يكون شغال معاك تمام، والشركة ترد عليك ومفيش اي مشكلة. تمام، فين علامة الزائد؟ ايه ده، هو ايه اللي حصل ده؟ ايش موجود؟ اه اهي، ماشي اهي، معلش يا جدعان. وزي ما قلتلكوا هنا تكتب هنا مثلا، دي انا عاملها بمزاجي زي ما قلتلكوا. رجاء رد عليا في اسرع وقت. رجاء الرد عليا، الرد عليا في اسرع وقت. تمام، انتوا تكتبوها او تكتبوا الرقم ودوسوا ارسال. يعني مش دوسوا ارسال، احنا هيطلع. تمام. تمام. طلع جيميل تاني. لا مش عايزين جيميل، او طب ما زي كام. المهم يعني هنكمل. فك انتهاك، يعني شايفين اول واحدة دي؟ ايه، انا مش لاقوا بالتفصيل عشان تعرفوا تستخدموه، مش والله ما بلف ورا دول. تمام اهو، دوس فك انتهاك، وكتبت الرقم فوق ده اللي الرقم اللي عايز افكه. تمام، لو هتفك الرقم، لو هتفك رقم معمول انتهاك وعايز تفكه. بص يا جدعان، جايب لكم ايه، جايب لكم الرقم جاهز، وارجع على مشكلة ورد على في اسرع وقت زي ما قلت لكم. تمام. تمام. يعني انت عليك بس شفت رسالة فوق تكتبها، والكود جاي جاهز، مش هتلف ولا تدور يا جدعان. يا جدعان والله ما هتلف ولا تدور، بس على الزائد دي هنا، او تعملها عندك مثلا لما تيجي تكتب وتدوس ارسال. شايفين كلمة ارسال دي؟ اللي هي عندكم في الجيميل عامة، يعني مفيهاش حاجة. هي دي، ولا هتلف ولا تدور يا جدعان، اقسم بالله البرنامج شغال، يعني شغال، انا مش هكدب عليك، هو شغال، ولا والله ما لف ولا وراه، البرنامج شغال حرفيا. تمام. تمام. بص بقى يا جدعان، كود حظر انتهاك، هو برضو كده اللي هو لو هتعذر حد، جايب لك الكود برضو جاهز، يعني كل حاجة كودها موجودة. تمام. عندي واحدة بس. يا جدعان، الله، ايوه اهو، ده لو عايز تعذر حد انتهاك. تمام اهو، ازاي اترك علامة ازاي ما تنساهاش، بس كده والرقم هيطلع، ما هو الرقم تكتب الرقم فوق في الحتة اللي قلتلكوا عليها، كده انت خلاص في التمام. الرقم في الحتة اللي فوق دي، اهم حاجة انك تكون كاتب الرقم اللي عايز تعمل له اي حاجة ده، اذا كان تحظره او تفك. يا جدعان الكود اللي حظر الارهابي ده صح، انا تعبت عشان اجيبه، ده تعبت اقسم بالله عشان اجيبه، فالبرنامج يتقدر يعني. تمام اهو. بص يا جدعان، ده الكود دوت، ده يعني لما عاوزة لو الوصف اللي بتاعت الأعمال. تمام، دي نسخة الأعمال، ده المتجر اللي بتاع انتهاك، ده نسخة الأعمال، عشان تبقوا عارفين محدش يفهم ازاي. دي بتاعت نسخة الأعمال، اللي معاه نسخة أعمال ممكن يستخدم من عليها عادي، مفيهاش أي مشاكل. تمام. تمام. وفك الحظر الإرهابي. أيوه أهو، بص بقى، فك الحظر الإرهابي. تمام. تمام، ورقم مكتوب فوق اهو، في الحتة دي يا جدعان اهو، ورقم مكتوب هنا اهو يا جدعان اهو. تمام. تمام. فالحوار يعني مش صعب، ولا مفيش اي حوار اساسا، زي ما قلت لكم هقول لكم الرقم السري. تمام، الرقم السري، بصوا بقى يا جدعان، لكم الرقم السري دلوقتي اهو عشان فاهمين. الرقم السري يا جدعان اهو، ركزوا ركزوا، هو رقم تليفوني عامة يعني، 0 15 50 9 1 6 8 5 7. الرقم هو يا جدعان اهو، بصوا، وهكون كاتب الرقم في اول تعليق. حاجة تاني، هجيب لكم الباسورد في اول تعليق، هكتب لكم كده ايه في الاول تعليق، رقم تليفوني، اللي هو يعني مش هقول لكم الباسورد عشان فاهمين، لا انا هقول لكم رقم تليفوني، هو رقم التليفون ده تنسخه، تروح تعمل على طول رقم التليفون بس اهو، زيرو تاني اقول لكم تاني، 0 15 50 9 1 6 8 5 7. تمام. تمام اهو، بصوا اهو.
تمام. وهو ده البرنامج النهارده، وياريت تكونوا استفدتوا. وبرنامج يا جدعان اقسم بالله عظمه وتعبت فيه اوي. وانت اكيد لو وصلت لحد دلوقتي هنا يبقى اكيد الفيديو عجبك، ومتنساش لايك كومنت كده حلو بسيط منك، ده هيشجعني ان اعمل برامج تاني وعشان اكمل المسيرة. وبعد كده هنزل تعليم وحاجة هتفيدكوا حرفيا، حرفيا هتفيدكوا. وبس كده يا اخواتي، هو ده برنامج النهاردة. واحلى مسا عليكم. وفي اي حاجة يا جدعان انتوا عايزينها اكتبوها في التعليق وانا هساعدكم. تمام. وزي ما قلت لكم البرنامج انزل برابط مباشر، يعني ولا تلف ولا هتدور. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.